عزيزي المشاهد، أعزائي المشاهدين جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها أنا زكريا خالد أعود لكم ببرنامج جديد ألا وهو فيتامين المعلومات. فيتامين المعلومات يا عزيزي المشاهد هو برنامج يتناول المعلومات التي قد تفيدكم والتي أقوم بالبحث عنها لكي تزود المعلومات التي تنقصكم أو التي قد تغيب عنكم. البرنامج هذا بيكون خلال شهر رمضان كامل الذي بيكون لمدة 3 أيام في الأسبوع، سبت واثنين وخميس. عزيزي المشاهد، اليوم الحلقة الأولى من برنامج فيتامين المعلومات الموسم الأول. طبعا اليوم حلقتنا بتكون فلسطين. عزيزي المشاهد، ذكر في التوراة أن حدي فلسطين الشمالي والجنوبي من دان إلى بئر. أما الحد الغربي فهو البحر المتوسط الذي لا يطغى. أما الحد الشرقي فمختلف فيه، فهو يتقلص أحيانا إلى نهر الأردن، وأحيانا يمتد حتى الصحراء والخط الحجازي، وهذا بسبب أو بحسب التقلبات السياسية في فلسطين. أما الحد السياسي فلم يتم المفاوضات بين إنجلترا وفرنسا، لهذا السبب لم يتم ضم الحدود بين سوريا وفلسطين. ضم الحدود الشمالي والغربي بين سوريا وفلسطين، غير أن نعتبر خط الناقورة إلى شمال صف فنعتبره حدا شماليا، والبداية هو بتكون حد أو حدود شرقية، حيث أن ذكر ذلك في صك الانتداب. والبحر المتوسط هو قد يكون حدا غربيا وشمالي الحضيض ورفع حدود شمالية. عزيزي المشاهد، الآن ننتقل إلى مساحة فلسطين. مساحة فلسطين يا عزيزي المشاهد هي 240 كيلومتر تقريبا، أما عرضها فهو من 110 كيلومتر إلى 160 كيلومتر، فهذا هو عرضها، هو نصف فلسطين. أما أسماء فلسطين، لقبت فلسطين بأرض كنعان نسبة إلى السكان الأصليين لفلسطين الذين هم الكنعانيين. أما من أسماء فلسطين فهي الأقصى أو الخيمة أو شجرة الزيتون أو مفتاح أو الصليب. أما الآن بنذهب إلى رؤساء فلسطين. رؤساء فلسطين هم مش كثير، منهم 3 الذي حكموا فلسطين من عام 1996 إلى 2005 الذي كان معترف بهم دوليا. أول رئيس معنا هو ياسر عرفات الذي حكم فلسطين من 1996 حتى 2004، 8 سنوات حكم. من 2004 إلى 2005 الذي هي مدة سنة، أقصر مدة رئاسة تقريبا. الذي حكمها آنذاك في هذه السنة هو روحي فتوح. من 2004 ومن 5 بعد ما خرجوا حكمها محمود عباس الذي هو لحد الآن رئيسها. عزيزي المشاهد، في 1939 قسمت فلسطين إلى 7 أولية أو ولايات، والذي كانت من 1939 حتى 1948. عزيزي المشاهد، التقسيمات الإدارية لفلسطين قبل عام 1948: لواء الجليل وقاعدته الناصرة تألف من أقضية، عكا، بيسان، صفد، طبرية، الناصرة. 2 لواء حيفا ويضم قضاء حيفا. 3 لواء نابلس ويتألف من أقضية، نابلس، جنين وطول وكرم. 4 لواء القدس ويشمل أقضية، القدس والخليل ورام الله. لواء يافا ويشمل قضاء يافا وقضاء والرملة. 6 والأخيرة لواء غزة ويشمل بئر السبت. بس عزيزي المشاهد، من سنة 1948 بدأت الألوية تتقسم أو بدأت تفتك، فانقسمت فلسطين إلى 16 محافظة، وذلك تحديدا بعد إعلان المجلس الفلسطيني الوطني في دورته المنعقدة في الجزائر
عام 1988 على قيام دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران من 1967 وإقامة السلطة الوطنية كخطوة لقيام دولة مستقلة. قسمت السلطة أراضي الدولة الفلسطينية إلى 16 محافظة، منها 11 في الضفة الغربية، المحافظات الشمالية، و5 محافظات في قطاع غزة، محافظات الجنوبية. عزيزي المشاهد، في الختام نسأل الله حفظ إخواتنا في فلسطين والذي يتعرضون للإبادة الجماعية والمجازر، ونريد أن نوصل رسالتنا للحكام العرب بدعم الفلسطينيين، فإذا اتحد الحكام العرب ووحدنا دولة عربية فسنستطيع بإذن الله دخول الدولة الصهيونية التي تسمى بإسرائيل التي ليس لها وجود. فطبعا إن شاء الله بإذن الله الحفاظ على المحافظات التي في فلسطين التي ليست محتلة بعد احتلال معظم محافظات فلسطين، فبإذن الله يحفظ الله إخواتنا في فلسطين وتبقى المحافظات التي ليست محتلة هي غزة، محور شمال شرق غزة، محور شمال غرب غزة، محور وادي غزة، شرق دير البلح، خان يونس، محور خان يونس رفح، محور شرق غزة، محور وسط قطاع غزة. عزيزي المشاهد، كما نتمنى أن تعود فلسطين حرة أبية إلى سكانها الأصليين لا وهم الفلسطينيين. عزيزي المشاهد، طبعا في خاتمة الحلقة أحب أقول لكم فلتحيا فلسطين حرة أبية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الاشتراك وزر اللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.